جولاتي. اليوم الفيديو راح يكون عن مواقع التواصل الاجتماعي، الخيال ضد الواقع. مواقع التواصل الاجتماعي صارت ظاهرة منتشرة بكل مكان، والكل بيفكر انه البنات الكيوت المعروفات بمواقع التواصل الاجتماعي عندهم حياة بيرفكت. بس اليوم راح اوريكم الوجه الحقيقي لهي الحياة المثالية وما يحدث وراء الكواليس. يلا بلش. لما اروح لمكان وينحط الاكل فوق الطاولة، يا ويل يا ويل اللي يمد ايده على الاكل. اللي حصل معها نفس الموقف تكتب كومنت تحت. استنى، لازم اخذ صورة الاول. ويلي. سناب شات، انستغرام، فيسبوك. ويلي. هلا صار فيك تاكل. يلا. اليوم مع تقدم التكنولوجيا صار في موبايلات فيهم كاميرتين. تخيلوا كاميرتين زي هذا مثلا الاونر 8 فيه كاميرتين. عمركم شفتوا موبايل فيه كاميرتين؟ يعني ما راح تحتاجي انك تستخدمي كاميرا بروفيشنال، وممكن تستخدمي الموبايل بس عشان تحصلي على صور بروفيشنال وتطلعي كمان كتير كيوت، وكمان نفسي فاشونيستات الانستغرام. يوميا بعالم الانستغرام بنشوف صور مثالية، بس وراء هدول الصور في جهد كبير. اغلب البنات بيسووا حوالي 100 صورة او 200 صورة، 1000 بوز، 2000 بوز عشان بس يحصلوا على الصورة المثالية. يسار يسار يسار. تحت تحت تحت. سناب شات والفلترات قصة عشق لا تنتهي، وطبعا لا تخلو من مواقف مضحكة في بعض الأحيان. ما بعرف إذا مريتوا من نفس الموقف ولا لا. تجي بعض اللحظات بكون في مكان وبلعب بالفلترات تبع السناب شات، والناس اللي حوالي بيستغربوا، يو شو بها هالبنت، مجنونة ولا إيش؟ يا لطيف. احيانا بنحط نفسنا بمواقف غير ملائمة، واحيانا بتكون محرجة بس عشان ناخد صورة واحدة. اوكي، هذه ما راح اقدر اقول عنها ولا شيء، راح خليكم تكتشفوها بانفسكم. اوكي خلاص خلصنا. ايش؟ جميلة. حبيبي انا لازم اغير هالبلوزة لانه الناس راح تفتكر انه عندي بلوزة واحدة، فخلص راح اروح واغير بلوزتي وارجع، بس لك هون. اوكي. لما اجي اخذ صورة مع شخص وهذا الشخص ما بيحب ياخذ الصور وما بيحب الصور من اساسه، راح خليكم تشوفوا شنو قصدي. موريتس تعال ناخذ صور. مرة ثانية. تعال يلا تعال ناخذ صور للشوز. يلا هون لا هون شوي، هون عدي منيح، لحظة بس هالجهة شوي. صورة. خلاص. اوكي خلص الفيديو لهذا اليوم. اللي حصل مع اي موقف من هدول المواقف تشترك بالقناة بالضغط على زر سبسكرايب اللي موجود تحت، وكمان نشر الفيديو مع اصدقائكم. اشوفكم في الفيديو الجاي. باي.